خليني أسألك سؤال، ومش عايزة إجابة بصوت عالي، عايزاها بينك وبين نفسك. كم مرة في حياتك قلت المرة دي غير، المرة دي هكمل، وابتديت بحماس وبذلت مجهود ويمكن كمان وصلت، وبعدها رجعت لنفس المكان؟ لو ده حصل معاك قبل كده، مش لأنك ضعيف ولا لأنك فاشل، لكن لأنك كنت ماشي ورا فكرة غلط. إحنا تربينا على إن النجاح شكله إيه؟ شهادة، رقم، وزن، منصب، إنجاز نحطه في صورة ونقول أنا وصلت. بس محدش قال لنا إن أخطر لحظة في الرحلة مش قبل الهدف، أخطر لحظة بعده. خليني أقولها بوضوح، لو كل طاقتك متحطة في الوصول، مين هيحركك بعد ما توصل؟ هنا ناس كتير بتقع، وهنا العادات بتموت، وهنا الناس بترجع أسوأ من الأول. أنا نفسي كنت كده، كل حاجة في حياتي كانت هدف أخلصه وخلاص، أحقق شوية، أفشل في شوية، وفي الآخر أسأل نفسي هو أنا ليه دايماً بلف في نفس الدايرة؟ لحد ما فهمت الحقيقة اللي غيرت كل حاجة. اسمعني كويس بقى، الهدف هو النتيجة، النظام هو اللي بتعمله كل يوم، والفرق بينهم زي الفرق بين واحد عايز يبقى رياضي وواحد عايش كرياضي. الأول مستني النهاية، التاني مستمتع بالطريق. المدرب مش بيفكر في الكاس طول اليوم، بيفكر في تمرين النهاردة. رائد الأعمال مش بيفكر في الملايين كل صباح، بيفكر في قرار واحد صح النهاردة. الموسيقي مش قاعد يحلم بالمسرح، قاعد يتمرن على نوتة صعبة. النتيجة بتحصل، بس مش لأنها الهدف، لأن النظام شغال. خليني أسألك، لو تجاهلت هدفك خالص وركزت بس على إنك تتحسن 1% كل يوم، هل ده هيبوظ النتيجة ولا هيحسنها؟ الحقيقة إنك عمرك ما بتكسب وإنت باصص على خط النهاية. كل الناس عايزة تنجح، كلهم، الناجح والفاشل. يبقى الهدف ما كانش هو الفرق، الفرق كان فيه مين عنده نظام ومين عنده مجرد أمنية. خلينا ناخد مثال بسيط، أوضة متلخبطة، نظفتها؟ مبروك، بس لحد إمتى؟ لو ما غيرتش طريقة عيشك هتتوسخ تاني. انت ما حلتش المشكلة، انت بس غطيتها شوية. اعترف معايا وخليك صادق مع نفسك، كم مرة في حياتك حسيت إن السعادة شيء مؤجل دايماً؟ الأهداف بتعمل حاجة خبيثة جداً، بتقولك مش دلوقتي، استنى لما توصل، وتفضل مؤجل حياتك ومؤجل رضاك ومؤجل نفسك. ولو الطريق طول، تتعب، تزهق، وتسيب. ناس كتير تدي كل طاقتها لهدف واحد، وأول ما يتحقق يقعوا. ليه؟ عشان مفيش حاجة تشدهم يكملوا، الهدف خلص والنظام ما كانش موجود. لكن لما تقع في حب العملية، مش بتستنى النهاية عشان تبقى مبسوط. كل يوم ليه قيمة، كل يوم محسوب، حتى الأيام الوحشة جزء من النظام، مش سبب للتوقف. الهدف بيكسبك مرة واحدة، النظام بيكسبك طول العمر. الهدف بيخلص، النظام بيكمل. والتقدم الحقيقي مش في إنجاز كبير واحد، لكن في التزام بسيط بيتكرر. فالسؤال مش إيه هدفك، السؤال الحقيقي إيه النظام اللي مستعد تعيشه حتى من غير حافز وحتى من غير تصفيق. لو وصلت له، اطمن، النتائج هتيجي لوحدها. لو حسيت إن الفيديو ده بيمسك، مش مجرد تسمعه، اعمل لايك واكتب لي في كومنت إيه عادة صغيرة لو عملتها كل يوم هتغير حياتك.